انا خلاص ما بقتش عارفه اعمل ايه معاه. تعبت. كل يوم نكد 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 نكد. زهقت. ما بيشيلش معايا العيال ولا بيعمل اي حاجه معايا. البيت يضرب يقلب عليا، وبروح الشغل بعمل كل حاجه لوحدي. على فكرة أنا قلتلك مليون مرة اتطلقي. أنا مش عارفة أنتي مستحملة كل ده على إيه. على فكرة يروح ويجي ألف غيره، أنا كنت مكانك وخرجت منها كده. الحقيقة ان مفيش وقت محدد تقدر تقول لحد فيه اتطلق. ارجوكم يا جماعة بلاش النصيحة اللي توجع قلب حد تاني. انت ممكن تبقى قادر تعمل الحاجة دي وشاطر فيها وقوي وقدرت تعملها، بس حد تاني ما يقدرش يعملها ابدا مهما عملته ومهما قلت له. فكل واحد عنده معطيات لقصته، كل واحد يقدر على حاجات التاني ما يقدرش عليها. عشان كده النصيحة اللي فعلا تقدر تنصحها لحد ان هو يروح لمتخصص. لو هو فعلا في علاقة مؤذية قول له يروح لمتخصص، عشان المتخصص ده يقدر معاه يعمل حاجه مخصوص ليه هو تساعده، يا اما يكمل في العلاقه دي بشكل مريح ليه، يا اما ما يكملش فيها بشكل ما يأذيهوش هو، لانه في علاقات ما نقدرش نخرج منها بسهوله خالص. كل اللي تقدر تعمله مع الشخص دوت لو كنت فعلا بتحبه انك تحتويه وتحترمه وتسمع منه وتتقبل المرحله اللي هو فيها لحد ما يمر من المرحله دي بسلام، علشان خاطر يخرج منها كويس مش مأذي. وبقى لو انت مهتم بموضوع الطلاق مجتمعيا او نفسيا عليك كشخص او نفسيا على اولادك اعمل فولو. وكمان لو انت مهتم بالصحة النفسية او بالتربية الايجابية تقدر تعمل فولو، هتلاقي حاجات كتير قوي الفترة الجاية.